اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم متتبعاتي الغاليات، واش راكم؟ واش راهي الصحة؟ اليوم راني حبيت نطل عليكم بهذه كعكة العمرة. اللي كانت عندي طلبية، حبيت قلت والله نتقاسمها مع صحباتي ومع حباباتي باش تديو فكرة على الأقل، والله لأصحاب المشاريع اللي يخدموا في ليطارت في الكعكات. هزوا الكيفية نتاع التزيين. هذه الكعكة اللي كانت على شكل مسجد أو على شكل بيت المقدس، اللي نتمنى تكون عجبتكم حبيباتي متتبعاتي الغاليات. اذا كانت عجبتكم ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب، واللي دخلوا جدد نقول لهم ديروا اشتراك وفعلوا الجرس للحصول على كل الوصفات الموجودة في قناتي. ونبدأ على بركة الله وفرجة ممتعة. بالنسبة للتزيين حنجيب لاباطا سكر نزيدها شوية نتاع تيلوز ونحلها بالروز. وراح نجيب بورتمونجي كيما هذه، ولا شوفي بول تاع شربة، ولا شوفي فركتي واش عندك يعني تي في المطبخ، وندير عليه لاباطا سكر من فوق. حاولوا لاباطا سكر هنايا خشنوها شويه يا البنات باش تقدر تحكم لكم. لو كان ترقوها ماهيش حتمشي لكم مع البول هذا ولا مع البورتمونجي هذه. راح نسويها كما راكم تشوفوا هكا، نضغط ومن بعد نجيب الجراره ونحي الزوائد هذوك. نحاول اني نسويها مليح، نحي الزوائد ونزيد نضغط مليح. راح نضغط، وهي من الاحسن يا البنات تكون يعود عندكم بول تاع شربة يعني تاع زجاج، راح يكون احسن واحسن. وراح نجيب الاداه هذه ونبدا نضغط كما راكم تشوفوا هكذا باش تحكم روحوا معها بشويه حبه بحبه حتى تلقاوها باللي عاد ماهيش خارجه على البورتمونجي هذاك، يعني عدت معاه سوا. ادرك واش راح نديرو حبيباتي متتبعاتي الغاليه. راح نجيب الكوبات، شوفوا راح نحدد الوسط ومن بعد نقسم. دوكا تشوفوا الاجزاء اللي قسمتها علاه. راح ندير خطوط في الاول، راح ندير خطوط بالكوبات فقط. هنا لقيت روحي ما بنتليش البنات، شفتو كنعودو نصوروا ما نتولهوش. ايا شوفوا ندير خطوط ونهبط، بحيث لازم هذيك مثلا قسمناها على 8، حاولي انك تخرجيها قد هاي ليك. شوفوا كيفاه. ومن بعد مانيش حنخليها بالكوبات، انا لقيت بلي الخط هذا بالكوبات جاني رقيق، نحوس نخشنو شويه هكا باش تجي باينه. واش جبت يا البنات؟ عندي البانسو هذا وراح نضغط به، حنوضحهم كما نقولوا، نوضح الخطوط هذيك مليح. هاي ليك شوفوا كيفاه. نروح معها نضغط مليح حتى نكمل القبه هذه، القبه الكبيره تاع المسجد. وكاين واحد القبات هكا صغار دوكا تشوفوهم درتهم فوق الاعمده هذوك، دوكا تشوفوهم خطوه بخطوه انا رايحين معاهم بشويه. بالنسبه لهذه الكعكه يعني تصلح يعني اللي حابه تستعملها في دارها، في عمره، في حج، في العيد الكبير ثاني راهم عادوا يديروا الكعكات. في عندها يعني استعمالات عديده ومتعدده. اصحاب المشاريع يعني خاصه اللي حابه تهز يعني الخطوات والمراحل، هاي ليك التزيين خاصه نحطها بجهه. شوفوا هنا حبيباتي متتبعاتي الغاليات، راح نجيب الصبيغه الكحله اللي مرمدتني يعني مرمدتني ولات الدنيا كل كحله رايحه. شوفوا راح نطبع. شوفوا انا بالنسبه اللي تعود عندها يعني تاع مشاريع وتكون عندها الليمون خاصه هذوك اللي مثلا يجيو هكذا كشغل حواشي، ديري بهم. انا كان ما عنديش، كان عندي الطابع هذا برك طبعت به ووليت قسمت الحبه على زوج كما نقولوا. ومن بعد دوك تشوفوا كيف راح نزين بها القبه هذه. هي من الاحسن شوفي البنات اصبغوها هنا، هذه القبه اصبغوها بالدوري ومن بعد ركبوا هذو. انا كنت يعني تلفت لي برك بديت بهذو ومن بعد عادي صبغتها عادي، بصح يعني باش تجي خطوه بخطوه، يعني ما نسبقوش خطوه على خطوه اخرى. اصبغوها بالدوغي ومن بعد لصقوا لي موتيف تاعكم نتوما ما حبيتوا، حسوا يعني واش حبيتوا ديروا في الالوان ولا في الشكل. راح نزيد نجيب الطابع هذا ثاني كيما حبيتوا، اي طابع حبيتوا تخدموا به. اذا كان عندكم الموتيفات هذوك اللي تجيكم طويله ماكمش راح تستخدموا الموتيفه هذه الصغيره، يعني انتم في غنى عنها. علاه انا قاعد بقى لي الفراغ برك في الوسط، قلت نزيد ندير فيه حاجه هكذا في ما بيناتهم.
حكمت قسمتها على 4 وراني نلصق فيها، عطاتنا منظر جميل. هنا راني نصبغ كما راكم تشوفوا. نورمالمون نصبغها في الاول يا بنات كما قلت لكم، انتم يعني حاولوا صبغوها بالدوري في الاول ومن بعد ركبوا لي موتيف هذا. هذه هي نصبغها كامل. وكنت زدتي البنات هذوك الزوج دواور هذوك راكم تشوفوا فيها في الاعلى تاع القبه في الوسط، زدتهم هكا بلا باتا سكر برك عادي جدا. ومن بعد حندير واحد الروتوشات خفيفه هكا بالبانسو اللي درت ناكري وسولفون مع بعضهم، وراح نرسم اي حاجه. اذا قلت لكم كان عندكم الطوابع هذوك اللي خرجوهم لكم الموتيفات طوال ما كمش راحين ترسموا عليهم. المهم قضيه اذواق، بالنسبه للتزيين قضيه ذوق. انت ما حبيتي واش متوفر عندك في البيت. انا كان عندي متوفر هذا الطبع درت به وزدت رسومات هكا خفيفه. بعد اللي خلصنا من القبه نتاعنا راح نروحوا للاعمده هذوك الربعه اللي جايين في الجناب تاع الجامع نتاعنا ولا لا تارت كعكه. راهي كعكه ماهوش جامع يعني على شكل جامع ولا على شكل مسجد. شوفوا البنات هنا انا كان عندي اللوحه هذه. شوفوا انتم استغلوا اي حاجه ديروا لاش تاع الشمعه هذيك تاع بكري هذيك البيضه العريضه، غلفوها بكيس بلاستيكي ومن بعد غلفوها كما راكم تشوفوا كما درت انا هكا بلا باتا سكر. من الاحسن ديروا كيس بلاستيكي باه من بعد ما تحبسكمش. هنا شوفوا انا صبغتها شويه شويه درت لها صبيغه كحله ما خرجتليش مليح، ما كثرت لهاش علاه ما اعتمدتش عنها. راح ندير من فوق، راح نجيب ورقه ونرسم عليها الباب ولا البيبان. كنت درت 5 بيبان صغار ودرت واحد كبير. دروك تشوفوا الباب الكبير. بعد اللي نطبع راح شوفوا هذو القبات الصغار نتاع الاعمده دوك اللي تشوفوهم اللي كنا نديروا فيهم العمود اللي كنا نديروا فيهم. المهم ودوك حنجيب صبيغه في الاسود ورايحه بالبانسو نصبغ البيبان تاعي. هذو البيبان الصغار عندي باب اكحل يعني باب كبير كنت درته في الوسط، رايحه ننفضهم اكيد من الصبيغه هذه. بعد اللي ننفضهم حبيباتي متتبعتي الغاليات هذا الباب الكبير كبرته عليهم وتحفتوا يعني. ومن بعد عقبت عليه بالناكري. هنا هاني نلون في القبات هذوك الصغار هكذا برك بالبانسو كما قلت لكم سيلفو مع الناكري وروحوا معهم بالبانسو. وراح ندير فوقهم هلالات يا البنات. انا ما كنتش صورتهم لكم هلالات صغار هكذا، كنت درتهم باللون الاسود ونديرهم في الاعلى تاع القبه. هنا بالنسبه للموتيف هذا راح ثاني نطبع فيه بلا باتا سكر ونلونهم بالدوري. انا حبيتو ديروا ناكخي وحده، حبيتو ديروا ناكخي مع السيلفون. وهم لي موتيف نتاعنا بعد اللي خلصناهم. هنا كنت خليت لكم هذه العمود هذا جيك القبه يعني صغيره هكذا رايحه. شوفوا هنا راح ندير سيلفون وراح نحط فوق القبه هذيك الصغيره اللي كنت نلون فيها. والموتيف هذيك شوفوا وين حطيتها، درت فوقها هلال القبه هذيك الصغيره ومن بعد حنزيد لها شريط ثاني باللون الاسود باش نغطي هذاك الفراغ اللي بان بين العمود وبين القبه اللي من فوق. هاوليك. هنا بالنسبه للالوان يا البنات نتوما حبيتوا تغيروا في الالوان، كل واحده يعني والرغبه نتاعها في اللون اللي تحبوا. هاوليك هم الاعمده نتاعنا. هذا بعد اللي يبس لي يعني من حيث اللوحه هذيك اللي شفتوني كنت درت عليها. ودرك راني خلصت. هاوليكم شوفوا القبه كيف خرجت. درت لها هلال في الوسط كنت درتو بالكوردون، دخلته بالكوردون. هاي لكم القبه نتاعنا كي خلصتها كفاه النتيجه النهائيه نتاعها. وهذو البيبان اللي راح نزينوا بهم. بالنسبه للقبه هاي يبست خلاص يا البنات. شوفوا نقدر نحي البورتمونجي هذيك نتاعي بكل سهوله. كان بقى لي الكوردون هذا كيبان هكذا من فوق وليت كي نحيتها دخلته شويه هكذا باه ما يبقاش باين وصاي. المهمه تاع البورتمونجي دوك انتهت. هام البيبان شوفوا البنات هذا الباب الكبير وهذو البيبان الصغار. دوك واش راح نديروا؟ رايحين نركبوا لي موتيف نتاعنا هذو في لاطارت. بالنسبه للجينواز يا البنات سهله. درت جينواز الورقه، روحوا ارجعوا للجينواز تاع لاطارت تاع الاحتفال بالنجاح. كنت درت
درت 3 تاع الجينواز وفصلت منهم، درت على شكل دائرة، خرجت منها واحد 5 طبقات تقريبا، هي 5 طبقات، وكوفريتها كما راكم تشوفوا بالكريم الشونتيي ما بيناتهم، ومن بعد درتها من فوق. هنا حددت يا البنات باش كي نحط الاعمده هذوك نحطهم يعني في بلايصهم، حددت 4 نقاط هكذا، راني نحي في كريمه الشونتيي بالكوبات هنا باش ندخل الاعمده هذوك ويلزقوا لي، يبقاو لاصقين، مش كيما تحطيهم على برا. هايليك شوفوا كيفاه بالكوبات فقط، حبيتو ديروه بالموس ولا واش حاب كيما حبيتو. المهم هاي الصوره تتحدث على نفسها. ودوك حنجيب الاعمده نتاعنا، تقول شمع يا البنات، شوفوا لا تقول شمع. نحط العمود الاول، ما تخافوش منهم نهائيا، علاه الكريمه راهي ما بيناتهم يعني، راح يلصقوا بكل بساطه. حبيتوا تعمروا يا البنات، شفتوا القبه هذه والاعمده هذوك حبيتوا تعمروهم بالجينواز كيما حبيتوا، انا ما عمرتهمش، خليتهم هكذاك فارغين. حبيتوا تعمروهم جينواز كريمه يعني انتم مش حبيتوا، المهم ولا تخليهم هكذا كديكور فقط. دوك واش راح ندير بعد لين نخلص ركبت الاعمده نتاعي، رايحه نركب البوابات نتاع المسجد. هذا كان الباب الكبير، باب تاع المسجد الكبير اللي يخشوا منه المصلين لاداء فريضه الصلاه. انا بعد ما كملت المسجد هذا جاني شبه للقدس. اللهم حرر فلسطين وانصرهم على القوم الكافرين، امين امين يا رب العالمين. راكم تشوفوا حبيباتي متتبعاتي الغاليات، دوك راني نركب في الابواب، راح نركب البيبان هذوك كما راكم تشوفوا. هاوليك عند الجناب ثاني حنحط باب. انا ركزت في المقدمه ولا في الواجهه حطيت 3 بيبان، اما في الجويه الاخرين حطيت باب. حبيتوا تزيدوا تنقصوا يا البنات، لكم الاختيار، تقدروا تزيدوا ثاني موتيفه هكذا عند الحاشيه تاع هذه قبل ما تجي القبه هذيك كيما حبيتوا. المهم حبيباتي متتبعاتي الغاليات، نتمنى تكون الكعكه هذه تاع المسجد تكون عجبتكم وتنال رضاكم. نتمنى تخليوا لي تعليق، نتمنى ديروا لي جيم اذا كان عجبكم الفيديو هذا، اذا كان عجبتكم هذه الكعكه ولقيتوها باللي تستاهل باش ديروا لها جيم، وباش تخليوا لي تعليق محفز ومشجع باه نزيدكم وصفات جميله يوم بعد يوم. ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد، والى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.